السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. المهم اخوتي، كما كتشوفوا دابا حنا حاليا كنتواجدوا في مدينه الخميسات على قبل شي اجراءات، لان الوالده خاص ضروري تكون في الخميسات. ما نقدرش نهضر بزاف، ما نقدرش نشرح. دق والسكات من الان فصاعدا، اي حاجه غادي نديروها دق والسكات، اي حاجه غادي نخلوها مستوره باش تصدق. المهم اهم حاجه تلاقينا مع نزار، من طبيعه الحال دخلنا عنده بثلاثه، شفناه ونزار فرح. تخيلوا معايا الواحد كيكون وسط الحبس وكيسمع بان عنده زياره من طرف عائلته، راه غادي يفرح. صافي تلاقينا معاه، سلم على مولين الدار، سلم على الوالده باس لي راسها، سلم على الوالد باس لي راسو، سلم عليا وعاود لينا شي حوايج اللي حنا تصدمنا. انا بعدا كنت عايق بها الهضره اللي كتقول في اللايفات، عارفه بانها كذوب وحطات على خويا الباطل، حيت نزار ما يقدرش يدافع على راسو، كان وسط الحبس. صافي دخلنا عنده، شرح لنا بزاف ديال الحوايج، والحمد لله ان شاء الله غادي نسمعوا شي اخبار زوينه. المهم الله يدير شي تشاوي ديال الخير وصافي، والله يطلق سراح ويطلق سراح الجميع، لان الحبس ما تمناش لعدوك. عندك جوج حوايج اللي ما تمناهم حتى شي واحد، الحبس والمستشفى. الله يدير شي تشاوي ديال الخير وصافي، وكنتمناو غدا ان شاء الله نسمعوا شي اخبار زوينه اللي غادي تفرح الجميع. المهم بالنسبه للناس اللي كيسولوا على نزار، نزار راه بخير وعلى خير، وهذاك ما خاصو حتى خير. من طبيعه الحال نتوما عارفين ملي كنقول لكم بخير راه ماشي بخير 100%، راه ضروري الانسان ملي كيكون وسط الحبس راه كتكون الحاله النفسيه ديالو ماشي حتى ليه، لان الانسان كتكون عنده الحريه في الاخر كيفقدها، راه صعيبه بزاف. المهم كنتمنوا ان شاء الله نسمعوا شي اخبار زوينه، وما عندنا ما نديروا ليه، وما نسمحوش اللي كان حيله والسبام. من طبيعه الحال ما غادي نسمحوا ليه لا دنيا ولا اخره، لان نظام مسكين غير نيه الله، في الاخر غادي يطرى ليه هذا الشيء. في الاول في الاخير اي قدر ديال الله سبحانه وتعالى حنا راضيين به، اي حكم ديال الله سبحانه وتعالى حنا راضيين به. المهم بلا ما نطول عليكم، راكم عزاز وتحياتي وتبارك الله عليكم، واي خبر غادي نعلمكم به.